السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصحابي، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتي أم زياد وجنى كل حياتي. متنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة لو لسه مش مشتركة، وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بنزله، وتكتبي لي كومنت حلو تشجعنا بيه. النهاردة هنعمل مع بعض وصفتين جمال جدا وسهلين. وصفة هنعملها وهو كلهم الوصفتين دول من الفراخ، يعني فرخة كاملة هاعملها مشوية بس هاقطّعها، والفرخة التانية نُص فرخة عندي ورك وصدر، كنت أنا عايناهم، هاقطّع الفرخة دي نُص فرخة الصدر والورك هاعملهم شيش طاووق، والفرخة الكاملة ديّة هاقطّعها وهاعملها فراخ مشوية، زي ما أنتم شايفين دي التقطيعة اللي هاقطّع بيها الشيش طاووق، كده الصدر أنا باقطّعه أهو. هاحاول كده أقطّعها مش رفيّع، يعني ماسكة شوية، محمّلة شوية، زي ما أنتم شايفين بالطريقة دي، هاحاول بس إيه أمّا تكون تخينة باحاول إن أنا إيه، أرقّقها شوية، أهو. كده قطّعت الفراخ بتاعتي بالطريقة اللي أنتم شايفينها، هابدأ على طول في التتبيلة بتاعة الشيش طاووق، عشان أبدأ أحطّها في التلاجة وتاخد لها وقت في التتبيلة كده، وتبقى في منتهى الجمال وتاخد وقت إيه، براحتها، أنا مش مستعجلة عليها. البصل معايا، معايا كمان زبادي نُص كوباية زبادي، وشوية طماطم مبشورين كنت أنا عايناهم في الفريزر، وحطيت ورق لورا، ملح وفلفل وتوم وبصل بودر، وأحط شوية بهارات فراخ، وأحط كمان شوية خل، وأحط كمان فصين حبهان، هافتحهم كده عشان الحبهان اللي جواه يدّي طعم كمان للفراخ بتاعتي. ودي كيس خلطة الشيش طاووق، عندِك موجودة حطيه، مش عندِك اكتفي بالمقادير اللي أنتِ حاطاه وبس، وبابريكيو، معلقة بابريكيو كمان بتدّي لها طعم ومزازة حلوة أوي. كده التوابل بتاعة الشيش طاووق، وهابدأ أقلّبها بالشكل اللي أنتم شايفينه دوّة علشان إيه، تتجانس كل التوابل كلّها مع بعض، وأبدأ أحط الفراخ بتاعتي إيه، المتقطعة، وأحطها في التلاجة تاخد لها وقت بقى براحتها. يبقى أنا كده خلصت من أول وصفة اللي هي الشيش طاووق، تقعد براحتها في التلاجة براحتها. قلبتها كويس وابدأ احط قطع الفراخ اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه، قلبتهم كويس اهو. طبعا تفل الطماطم دوت بينفعني كويس جدا في التوابل اللي زي دي في الوصفات اللي زي دي. ومعايا كمان بصلة كمان مبشورة، وحطيت كمان نص الطماطم المبشورة او التفل بتاع الطماطم اللي هو كانت معصورة عينها، هحطها كده عشان اعمل الوصفة بتاعت ايه الفراخ المشوية. يبقى معايا بصل ومعايا طماطم ومعايا ليمون، دي ليمونة كاملة، تمام كده. هحط كمان معلقة بابريكيو كبيرة، ومعلقة مستردة بتديلك نكهة وطعم حلو قوي، وشوية خل، تقللي بقى تكتري براحتك انتي. وحطيت كمان كاري وكركم وبهارات فراخ وتوم وبصل بودر زي ما انتوا شايفين، دي كل المقادير اللي انا حطاها. وحطيت فلفل وشوية ملح وشوية شطة، عايزاها بقى ايه تكتري الشطة براحتك بقى. وحطيت كمان نص كوباية الزبادي اللي هنا كنت اخده نصها، حطيت النص التاني، واخد كمان معلقة عسل نحل تديلك طعم حلو قوي، تستوي بيبقى تحفة، تخلي الفص كده بيوديك في حتة تانية خالص. مستردة مع الخل معلقة الزبادي، معلقتين الزبادي والعسل النحل، حاجة كده في منتهى الجمال. كده خلصت كده الخلطة بتاعة الفراخ المشوية. هبدأ الفراخ بتاعتي أنا غسلاها كويس جدا وقطعتها ودقتها كمان علشان الأنسجة عندي تتفتح كمان وتستوي معايا بسرعة،
ويدخل في قلبها كمان التتبيلة بتاعتي عشان تدي لها طعم حلو قوي في جوه الفص من الداخل ومن الخارج زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت. قلبتهم كده كلهم مع بعض. هبدأ اجيب ايه قطعة قطعة كده وابدأ اقلب التوابل بتاعتي كلها وتحط الأجنحة والرقبة وكله احط كله مع بعضه. هقلبهم كده واسيبهم على جنب في التلاجة. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. احطها بعد كده في التلاجة تاخد لها بقى ساعة في التلاجة او نص ساعة لو انت مش مستعجلة لو انت مستعجلة عليها نص ساعة، لو انت مش مستعجلة عليها وعاملاها بتبقى حلوة لو قعدتها ساعة. لكن انت بقى لو عاملاها على بيات بتبقى حاجة تانية بقى. جيبي صينية واحطها على النار واحط في قلبها شوية زيت واحط كمان الفراخ بتاعتي واديلها تشويحة حلوة جدا مع الزيت كده بيوديكي في حاجة تانية بمرحلة تانية كده. بيديلها نكهة حلوة وريحة حلوة والتشويحة بتبقى جميلة. طبعا على جنب بكون ايه مسخنة مية هنزل على طول بيها علشان ايه تديلك سوية تكمل بقى التسوية بتاعها. طبعا التشويحة بتاعتي هي اتخذت على الجنبين زي ما انتوا شايفين كده قلبتها من الجنبين اخدت التشويحة بتاعتها الجميلة. وابدأ اجيب ايه المية بتاعتي ايه المغلية اللي انا حطاها علشان ايه احطها واكمل سويها. كده قلبتها اهو كده تمام. حطيت المية بتاعتي اهي المغلية متحطلهاش مية سقعان عشان انت كده توقفي السوي بتاعها. لكن لو انت حطيتي مية سخنة انت بتكملي السوي بتاعها. وهنا الخلطة بتاعت الفراخ المشوية حطيتها كمان مع الفراخ كمان وهي بتستوى. هجيب بقى ايه ورق فيول ألمنيوم وأقوم مغطياها أكمرها على النار بقى كده تغلي غلوتين كده ما تبدأ خلاص ما عادش فيها حاجات بسيطة وادخلها الفرن. في الوقت ده انا كنت مشغله اصلا الفرن هنزلها على طول تبقى تحت الشواية تاخد لها لون وتبقى في منتهى الجمال. كده اهو قلبت إيه خلصتها وغطيتها كمان من الورق الفيول اهوت اهو عشان تتكمر كده تبقى على النار تبقى جميلة. هنخش بقى الوصفة التانية شيش طاووق. انا قطعت معاها بصل وطماطم وفلفلة ولعصين الشيش طاووق جبتها اهو حطيتها في مية سخنة قلبتها من جنب للتاني علشان لو انت ما عملتيش الحركة ديت العصيان وانت بتحطها على النار هتتحرق منك. فلازما العصيان لازم تتحط في مية سخنة او مية دافية. حطيت البصل وبعدين الفلفلة والطماطم وبعد كده قمت انا حاطة ايه قطع الفراخ. بحاول ان انا جنايح الشرايح اللي انا عاملاها البصل بحاول اتجاهها لفوق وشها لفوق وظهرها لتحت بحيث ان انت ما بتدخلي القطع الشيش طاووق وانت بتدخلهم مع بعض يبقوا متماسكين في بعض. اهو بصلة وقطعة طماطم وقطعة فلفل او العكس بس اهم حاجة قطعة البصل الاول تمسك بقى ايه مع قطعة الفراخ زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هبدأ كده احطهم ارصصهم في ايه في الصينية وابدأ اكمل بقية الوصفة. اكمل كله بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهو. وكده خلصتهم حطيتهم اهوت في الصينية وابدأ ايه اجيب بقى ايه صينية على النار ونبدأ نشتغل مع بعض ونشوف هنسويهم ازاي. جبت صينية اهيت على النار وابدأ احط الشيش طاووق بتاعي. طبعا سخن شوية زيت في الصينية على النار وابدأ احط العصيان الشيش طاووق بتاعتي. برضك اسخن برضو مية دافية علشان ابدأ احطهم على الشيش طاووق تاخد لها تسوية وتبقى الفص بتاعها طري بيبقى جميل. بس انا اول حاجة هشوحها زي ما انا عملت مع الفراخ برضك هعمل مع الشيش طاووق كده. ممكن احطهم تحت الشواية وعلى بخار مية ويستووا يبقوا حلوين او عندك جريل تحطيهم ويبقوا جمال جدا. فانا ما عنديش الجريل فانا بستخدم الصينيه بعملها فيها اهو زي ما انتوا شايفين بقعد اقلبها كده كل شويه على جنب وهقوم ايه حاطط لها شويه ميه وغطيتها بورق الفيل. جبت صينيه وبقيت
شيش طاووق التاني الحبة التانيين اللي كانوا فاضلين عملت نفس الفكرة برضو، اقلبهم اهوت عشان ياخدوا تشويحة، وحطيت لهم شوية مية دافيين كمان. احط مية دافية، بعيد تاني بحط مية دافية، بزود مية دافية مش بزود مية ساقعة. تمام زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت، وغطي كمان عشان تكمل سويها. كده اكون خلصت الفراخ بتاعتي، طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهو، طلعت في منتهى الجمال، ريحتها حلوة جدا وطعمها خطير، والله العظيم طعمها حلو قوي. والشيش طاووق اهوت برضو طلع بنفس الطريقة اهوت، خلصت وطلعت جميلة. لو عايزة تحطي فحماية حطي، بتديلها برضو تست حلو جدا. وعملت معاها مكرونة وبطاطس محمرة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم. اشوفكم في رعاية الله وامان.